هاي فداتكم. المهم هالايام انا انجزت كثير اشياء، في اشياء حلوه صايره يعني في الشغل في شغل كثير اشياء مفاجئه راح اوريها لكم، بس ما راح اقول لكم اكيد، يعني انسوا الموضوع اني اقول لكم شو صاير. المهم في عندي اجتماعات كثيره على اشياء حلوه، اشياء مره جميله، وفي اشياء كمان تصير تعرقل لي الاشياء. يعني المهم مثل عرقلة الحفل، هو ماما قالت لي ما تسوي الحفل هلا عشان في شخص مرض في المغرب، يعني عيب اني اجي اسوي في هذا يعني، فماما في كازابلانكا كلهم في كازابلانكا، فعيب قالت لي عيب انك تسوي الحفل، اجليه يعني عشان هم حزينين وكذا فاجليه. ايوه ماما، فاحتراما اجلته. ماما صرت لا هذيك المسخوطه وش السيد مريض وانتي جايه تديري الحفله بجلي داك الشيء، عيب. المهم زعلت شوي بس يعني عادي، المهم مش مشكله. يعني حتى ترى لما اعزمت في كتير اصدقاء، يعني ميتا في تركيا، سميته هوستور كان عنده عرس، قال لي يعني في عندي عرس في 21 فلازم احضره، قال لي بليز اعملي 22. فكمان يعني في كتير ناس ما يقدرون يكونوا، فاحنا بدنا ناس كتير يكونوا. غير هيك فكرت كمان مع الشركة اللي عاملين الحفلة اللي راح للإمارات، يعني دبي حر تمام، فمشان هيك يعني الحفلة بتيجي حلوة إذا عملناها أوتدور. فقلت يلا إذا أجلناها هلا، يعني كان فيها خير إني تتأجل عشان أسويها أوتدور. يعني هذه من الأفكار اللي يا ليونا. المهم يلا مو مشكلة، ما راح نحكوا في الموضوع أكثر لأنه صراحة ما بدي ينحس أكثر من هيك. تمام. ففي كتير أشياء راح بعدين ما راح أقولها لكم هلا. عندي ميتينج مهم جدا هالأيام، هالأسبوع اللي جاي كله ميتينجات هون. كمان عندي ميتينج في تركيا مهم كمان، فعندي أشياء كثيرة بجهزها. أوكي إن شاء الله ادعوا لي إنها تضبط عشان فيص. كيف صعونة سوينا بنانا. والله اليوم إن شاء الله لايف، شوفوا أقدر أسوي لكم هلا لايف وبالليل لايف، إيش رأيكم؟ بشوف شو عندي إذا ما عندي شيء، عشان كمان جالسة هالأيام أوكي أجهز. خلاص بعدين لما تجهز وأمسكها في إيدي أفرح فيها أقولها لكم. أوكي أيوة تكون في إيدي. أيوة. بس شيء حلو كمان، شيء مرة حلو. شو كمان أنا ما أقدر أسكت يا الله. والله في أشياء كثيرة جاية، بس أنتوا قولوا إن شاء الله بإذن الله. ليونا